السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، النهارده ان شاء الله باذن الله هنخش المطبخ نعمل الاكله البسيطه دي. حبايب قلبي هنعمل ايه؟ هنعمل حبه رقاق حبايب قلبي بحته لحمه مفرومه. ده اللي موجود عندنا النهارده ان شاء الله باذن الله. كل حاجه سهله بسيطه واحسن من ان احنا نفكر كتير. اللي موجود في البيت نعمله حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب ان شاء الله. الطريقه بتاعتي تعجبكم وجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. وتحطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا الله، لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي، صباح الورد والفل والياسمين عليكم. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويفرح قلوبكم ان شاء الله باذن الله. حبايبي باذن الله هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض بس قبل ما نقول المكونات بتاعتنا حبايب قلبي، زي ما احنا متعودين مع بعض ندعي لاخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح. ندعي لهم عن ظهر غيب، ربنا يفك كربهم ويشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين، يرحم امواتهم وشهدائهم، اللهم امين يا رب العالمين. يكفيهم شر اللي يتقوا شر ويبعد عنهم الظلم ان شاء الله باذن الله. الا ان نصر الله قريب، يا رب ينصرهم نصر عزيز المقتدر ان شاء الله، ويجعل نصرهم قريب ان شاء الله باذن الله. يطعمهم من جوع امنهم من خوف، اللهم امين. اللهم تقبل، اللهم استجب يا رب. يجعل مننا واحد صالح بس يكون بيدعي من قلبه فعلا، وان شاء الله باذن الله نصرهم قريب يا رب. ينصرهم على مين يعاديهم ويصلح حالهم وحالنا وحال المسلمين اجمعين. حبايب قلبي، الرقاق اللي احنا كنا عاملينه حبايب قلبي بتاع العيد، يا حبايب قلبي معايا اهوت. ما عندناش غدا النهارده، نعمله ايه؟ محتارين، وعندنا حبه شوربه، ما عندناش لحمه. تمام كده، فاحنا نعمل ايه حبايب قلبي؟ عندي حبه لحمه مفرومه ربع كيلو، وعندي الكام ورقه رقاق دول، قلت نعمل بيهم صينيه وبارك الله فيما رزق. وكده الدنيا تمام ان شاء الله باذن الله. من حمد الكريم زاد حبايب قلبي، واللي بيرضى بقليله بيعيش. ربنا يجعلنا ان شاء الله من الحامدين الشاكرين الصابرين ان شاء الله، ويعوض صبرنا خير ان شاء الله. يصلح حالنا جميعا. ما نقفش على حاجه حبايب قلبي ونقول النهارده ما فيش غدا او النهارده ما فيش اكل. لا، اللي موجود في البيت يسد ان شاء الله باذن الله، ونمشي على قدنا حبايب قلبي. لان الظروف اللي احنا فيها ديت ربنا يعدينا منها على خير ان شاء الله، ويرخي الخير علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب العالمين، ويرخي كل حاجه حلوه علينا باذن الله ان شاء الله. حبايب المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، ربع كيلو لحمه مفرومه، معانا 3 بصلات، معانا الرقاق حبايب قلبي. طبعا بعد ما نعمله ان شاء الله بحط له كوبايه لبن كبيره، وبحط له بيضه حبايب قلبي. هتبقوا معايا واحده واحده ان شاء الله في التفاصيل بتاعتي كلها. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هغسل حبايب قلبي البصل واخرطه، ولما ابدا اشتغل فيه على النار هتبقوا معايا واحده واحده. خليكم معايا كده. احنا خرطنا البصل تمام كده، وهنحمره بس كده حبايب قلبي، يا دوبك بيصفر معانا زي ما انتم متعودين معايا. مش بنحرق البصله حبايب قلبي ولا بنحمرها قوي. تمام ان شاء الله. ونحط عليها اللحمه المفرومه، وهتبقوا معايا خطوه خطوه ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. خليكم معايا يا حبايبي. بس حبايب قلبي كده بقى هننزل بايه؟ هننزل باللحمه كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. خليكم معايا يا حبايبي. بصوا كده حطينا حبه فلفل اسمر تمام كده. مش هنحط الملح غير لما احس ان اللحمه استوت. ماشي؟ ليه؟ لان لما بتحطي الملح على اللحمه المفرومه اول ما تنزليها وتحطي لها الملح بتاعها بيخليها تبقى عامله زي الكاوتش. انما لما تستوي حبايب قلبي، دي نصيحه يعني، وكل واحد حر في اللي هو عايز يعمله. اللي عايز يعمل حاجه يعملها. انا متعوده على كده ان انا ما بحطش الملح للحمه، سواء ان كانت اللي هتتسلق سواء ان كانت المفرومه، غير لما بعد ما الحاجه ما تستوي. تمام كده. بس بالنسبه للمفرومه لما بتحطي الملح الاول بتخلي اللحمه تبقى عامله زي الكاوتش وبتغيب شويه. فاحنا على ايه حبايب قلبي؟ احنا نعملها كده زي ما بقول لك، بتحطي الملح بعد ما تستوي. تمام كده خلاص حبايب قلبي. بالنسبه لي تستوى بس، واحط لها ملحها، ولما ننزلها من على النار هنشتغل مع بعض في الاكل. خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده احنا خلصنا. هو زي ما انتم شايفين عملنا العصاب تمام كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ماشي كده. هنركنه بقى على جنب. كده عملنا ايه؟ جبنا حبايب قلبي الشوربه، حطيت فيها حبه ملح وحبه فلفل اسمر ومعلقه سمنه بلدي حبايب قلبي. وكده ان شاء الله. ودهنا طبعا الصينيه اللي احنا عايزينها للرقاق. تمام كده. نبل بقى حبايب قلبي كده بالراحه كده، عشان طبعا هو خفيف خالص مش مستحمل. تمام. نبل كده
كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. تمام تمام كده حبايبي. طبعا انا مش راضيه ابل قوي علشان خاطر ما تتكسرش مننا كده. نروح نازلين بيها كده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، حتى لو اتكسرت مش مشكله عندنا، كده كده هو مش هينزل سليم يعني. تمام كده حبايب قلبي. هفضل على نفس الوضع اللي انا وريته لكم كده زي ما انتم شايفين. تفضلي معاها كده واحده واحده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله حبايب قلبي، تحفه بجد. اهو كده شايفين يا حبايبي؟ شايفين عاملين الرقاقايه على قد الصينيه. بسم الله ما شاء الله كده. ان شاء الله باذن الله هحط بس 4 ورقات تحت و4 ورقات فوق ان شاء الله، وارجع معاكم تاني. خليكم معايا. بص حبايبي، ما بين كل ورقتين بتحطي طبعا ايه؟ بتحطي سمنه. بس الورقه الاخرانيه اللي هي هنحط عليها اللحمه المفرومه عشان فيها اقدام يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، مش هنحط ايه؟ اقدام فيها، هستكفى بالاقدام اللي في اللحمه المفرومه. تمام كده. هنزل اللحمه المفرومه حبايب قلبي واسويها واوريها لكم. خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده احنا حاطين اللحمه المفرومه. تمام كده. هنبدا بقى نرجع تاني ان احنا نرص برده نفس الوضع في الرقاق. برده هنبل كده حبايب قلبي، ناخد الواحده كده ونبلها زي ما انتم شايفين كده، ونرصه تاني حبايب قلبي عليه لحد ما اخلصها ان شاء الله. اول ما اخلصها هوريها لكم. خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده احنا رصينا خلاص الصينيه بتاعتنا. هنبدا نعمل ايه بقى حبايب قلبي؟ نبدا ندهنها سمنه كده زي ما انتم شايفين كده. ما بين كل رقتين حبايب قلبي من الرقاق بندهن سمنه، بس ما بنكترش عشان ما يبقاش تقيل. تمام كده. بسم الله ما شاء الله كده. ان شاء الله هقطعها وهرب بيضه مع كوبايه لبن. هتبقوا معايا برده واحده واحده حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. كده حبايبي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. يبقى طعمه بقى في منتهى الجمال. يكفي ان انت عاملاه في البيت حبايب قلبي، مش شارياه ومش عارفه مصدره ايه من بره. بسم الله ما شاء الله. احسن حاجه وانضف حاجه ان انت تعملي كل حاجه في البيت حبايبي، وبتبقى ارخص واحسن برضو. حتى لو عملتيها وطلعت غاليه معاكي مش مشكله، المهم ان انت اللي عامله الحاجه في البيت بطريقه نظيفه وعارفه انت عامله ايه. تمام كده. كده حبايب قلبي ان شاء الله اروح بس البيضه وارجع معاكم تاني. خليكم معايا. بس حبايب قلبي كده احنا خلصنا الصينيه زي ما احنا اتفقنا مع بعض. تمام. قطعناها كمان يا حبايب قلبي. ليه؟ علشان خاطر لما ربيت بيضه وحطيت عليها كوبايه لبن، تمام، وملح وفلفل، وهنسمي الله بقى كده نسقيها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بكوبايه اللبن والبيضه كده زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. كده تفضلي بقى ايه مع كوبايه اللبن بالبيضه تشربي كل. بصي شربتها ازاي. بسم الله ما شاء الله. وكده كده مش طري يعني، مش محتاج ان انا اسقيه، بس انا متعوده ان انا بعمله كده حبايب قلبي. بتاكلي بقى صينيه رقاق في حته ثانيه كده ان شاء الله حبايب قلبي. هولع الفرن اول ما تسخن نحطها فيها، ولما تطلع من الفرن ان شاء الله هوريها لكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. جربوها بطريقتي دي حبايب قلبي، هتاكلوا صوابعكم وراها. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله تطلع من الفرن وهوريها لكم. خليكم معايا حبايبي. ايه رايكم بعد بعد الرقاق ما طلع من الفرن حبايبي؟ بصوا طري ازاي. شايفين عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. تحفه تحفه بجد حبايب قلبي. يا رب تجربوا الطريقه اللي انا عملته بيها ان شاء الله وتعجبكم، والفيديو ينول اعجابكم. لو الفيديو عجبكم حطوا لي لايك، فعلوا زر الجرس، اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل مني كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسونيش حبايب قلبي في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وتصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.